باكر بيلعب النصر ضد الفتح، وبيلعب الهلال ضد القادسية. في حالة عدم فوز الهلال لا يذهب للنخبة إلا إذا تعثر النصر. طيب في حالة فوز النصر، تعادل الهلال أو خسارته، الهلال بيذهب لدوري أبطال آسيا 2 والنصر بيذهب إلى النخبة. الهلال الآن عنده مجموعة غيابات بعد ما كان الأسبوع الماضي ضمن المشاركة في النخبة. الآن قبلها بيوم صدر هذا القرار. طيب أنت تخيل بعد هذا كله النصر ما يستثمر الفرصة وما يفوز على الفتح، وتخيل بعد هذا القرار أن النصر يفوز ويستثمر القرار والهلال يتعثر. هل تعتقدون أن هذا الموضوع بيمر بشكل عادي، أم راح يتم تصعيد القضية ممكن للكأس، لأن أصبح فيها متضرر طرف ثالث ورابع وخامس؟ فلازم من أجل الدوري السعودي، بدل لا تروح تفكر لي في مدير تنفيذي أجنبي ومدير رياضي أجنبي وتبدأ المشروع من فوق لتحت، ابدأ من تحت لفوق. لجانك، أفكارك، جدولك، أهدافك كلها لازم تكون موجودة، والسعودية مؤهلة لأن تقيم دوري حتى بدون هذيل النجوم بشكل عالمي. تعرف شو يعني بشكل عالمي؟ أنا أعي ما أقول وأعرف ما أقول، أنا لا أجامل، أنا أتكلم عن بنية تحتية في البلد، عن شعب عاشق لكرة القدم، عن إعلام قوي، عن أندية جماهيرية. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أريد ملاعب مخصصة، مسابقة واضحة الملامح، ولجان ولوائح واضحة. الله يوفق الجميع، لكن الموضوع مفروض ما ينظر نصر كسب العروبة خسر، أو باكر النصر كسب الهلال خسر، أو الهلال كسب النصر. انظروا للمشروع كمشروع. دوريات المجاورة لكم لا تقع في هذه الأخطاء. اسأل نفسك ليش؟ لأن هناك لوائح واضحة ويتم التدقيق على الموضوع قبل بداية الموسم. الآن العروبة خسر وهبط، وكان بإمكانه ممكن أن لا يهبط، ولكن حدث العكس. تصريح نادي العروبة الآن حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا شعور بالظلم. مش بالضرورة أن هذا على حق أو هذا حق، أنا قاعد أوصل لك الفكرة الأكثر شمولية. المسابقة أنت كلجنة وكوزارة